بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة يتابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ تعادل الأهلي التاني في الدوري مع سيراميكا. التعادل ده اسمه تعادل تعادل الظلم. تعادل الظلم فعلا. في نفس الوقت العدل للعيبة قاعدة بره. العدل للعيبة قاعدة بره. احنا هنتكلموا اول حاجة على الجهاز الفني وبعد كده حاجة للعيبة. الجهاز الفني ربنا اسمه العدل. ربنا مش هيوفق الفرقة دي عشان احسن ماتش يلعبوا الفرقة دي بعد ايقاف الدوري. احسن ماتش يلعبوا ضغط، استلام والتسلم، تحركات، ضغط، قطع الكرة بسرعة، استحواذ، شوط على المرمى. كل حاجة اتعملت في الكرة في الماتش بتاع النهاردة. كل حاجة، بس عدم التوفيق. ليه بقى؟ عشان ربنا اسمه العدل. ربنا اسمه العدل. واحد هيقول لي في ايه يعني ظلم؟ في ايه؟ محمد محمود فين؟ زياد طارق فين؟ مصطفى ميسي فين؟ شادي حسين ظلمته وقعدته. حسام حسن ظلمته وقعدته، وانا عارف اللي هو خد فرص بس ظلمته وقعدته. اللعيبه التانية دي اللعيبه اللي عندك الشباب والناشئين ما تدي فرص. انت قلت انا هفتح الباب للكل. اشمعنى محمد محمود وزياد طارق ومصطفى ميسي؟ هم دول عليهم الكخه؟ هم دول احسن من اللعيبه اللي انت بتلعب بيهم اساسيين. هتقول لي بدنيا مش جاهزين وفنيا؟ لا، لو لعبوا هيبقى احسن من اللي بيلعبوا دول. مارسيل كولر دي رسالة. ربنا اسمه العدل. الشناوي لما بتغير في الفرقة كلها عشان تشوف الفرقة والشناوي هو الوحيد اللي بيلعب والأخطاء متكررة منه، يبقى أنت المسؤول. ما تسألش حد غير أنت. ما تسألش حد غير أنت. ليه بقى؟ عشان أنت المسؤول عن كل وجع للأهلي بسبب لعبك للشناوي. لما الشناوي يقعد له 5-6 ماتشات ورا بعض يلاقي مستواه يرجع تاني، عارف اللي ملهوش مكان ثابت، هتلاقي الأداء أحسن من كده. علي لطفي، مصطفى شوبير أحسن منه. احنا جماهير هنستقبل اخطائهم، بس الاخطاء اللي هي هتضيع مني بطولة، وهو اللي سبب في ضياع الدوري السنة اللي قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت. وفي الاخر في المؤتمر الصحفي بتقول لي انا هفكر واشوف. لا، الاخطاء بتاعت الاجوان اللي فاتت دي كلها والماتشات اللي خسرتها بسبب كل الكرة الوحيدة اللي بتيجي على الاهلي بتبقى خطر على الاهلي. الكرة الوحيدة اللي بتيجي على الاهلي بتبقى خطر بسبب الشناوي. الشناوي مش مركز في الكرة. الشناوي مركز في حاجة تانية. واحد هيقول لي اللعيبة كلها، لا، محمد هاني كان 10/10، ياسر ابراهيم كان 10/10، عبد المنعم كان بيلعب، علي معلول كان بيجاهد، ديانج وحمدي فتحي كانوا مقفلينها. بس حمدي فتحي متسرع. حمدي فتحي في حاجه بتلعب في دماغه تاني. اول ماتش اشوفه لحسين الشحات في الضغط والمهارات وكل حاجه، بس مستعجل في الكوره، عايز يعمل كل حاجه في الكوره، مش عايز يلعب جماعي. شادي حسين وقفشه وبرونو هو اللي عليهم مشكله. مستواهم مهزوز.
شادي عشان احنا عارفين الضغط اللي عليه. قفشه وبرونو لعيبه اساسيه، ايه الضغط اللي عليكم وخدتوا راحه؟ ما تعرفش. محمد شريف بينزل، لما بينزل احتياطي بينزل يجري على الكوره ويضغط، لما بينزل اساسي ما بيلعبش. رأفت خليل ده المستقبل. محمد فخري ده المستقبل. كريم فؤاد بينزل بيقتل نفسه على كل كوره، بس متسرع عايز كل كوره لنفسه. بتشوف بقيه اللعيبه، شوف محمد محمود، شوف زياد طارق، وفي الاخر تطلعهم معاره يكسروا الدنيا بره وتقول لي انا ما شفتهمش كده. هتعمل زي موسيماني، زي ما ضيع مننا كهربا وضيع مننا كذا لعيب كانوا هيفيدوا الاهلي. الكلام للجهاز الفني، وانا حبيت اوجه كل اللوم للجهاز الفني عشان الخساره دي خساره عدل وظلم. ظلم اللي انت اتعادلت، عدل التعادل ده عدل ماشي، عشان ربنا عادل بجماهير الاهلي، بس بجماهير الاهلي عشان الاهلي لو كان طلع مهزوم كان هيحصل مشكله. اتكلمنا عن اللعيبه والجهاز الفني. الكلام الجاي لمجلس اداره الاهلي والكابتن محمود الخطيب. في يناير يا كابتن محمود الفرقه دي عايزه صفقات. هيقول لي اللعيبه كلها عايزه صفقات. ليه بقى؟ عايز في كل مركز لاعب، تجيب 10 تجيب 5 تجيب، بس يجيب اللي هم. انا مش عايز في الدفاع ولا عايز في خط النص، انا عايز باك يمين مع محمد هاني وعايز جناحين. وانا من اداره الاهلي ادفع فلوس كهربا دلوقتي احسن جناح من اللي موجودين. واحد هيقول لي احنا شفناه كهربا لما انت هتقف جنبه وهتدعمه والجماهير هتقف جنبه ومجلس الاداره هتتفرج على لعيب تاني. ليه؟ الغلطات اللي كان بيكررها كهربا عمره ما هيغلطها تاني. ومجلس الاداره تحمل لعيبه. يعني هو اللعيب زي كهربا ده لما الاعلام كله يسيب كل حاجه ويتكلم على كهربا يبقى فيه مشكله من النادي الاهلي واعلامه وصحفيين كل حد. ليه؟ عاملين ضغط على اللاعب. ممكن اللاعب يخرج عن شعوره وانت تحاسبه غرامه مليون جنيه مش عارف ايه. انت بتخرج عن شعور، ما تقول احنا معاك في الدعم معاه وطلعوا دفعوا على اللاعب. وفين الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ يا كابتن محمود يا خطيب، سيد عبد الحفيظ هو اللي بيعمل ضغط على المنافس. اديله فرصة، ما تخليش الاعلاميين بيضحكوا عليه، ما تخليش العالم تضحك عليك. وقناة الاهلي المفروض تتكلم عن المشاكل بتاعت التحكيم والمشاكل اللي بيتهاجم فيها النادي الاهلي، ويطلع يشتم زي ما كله بيشتم. هي مش سابه والبلد سايبه. يبقى خلاص بقى المثل بالمثل، ولعوا الدنيا عشان يبقى المنظر الفرقه بالشكل ده، وواحد بيعمل عليك ضغط ويطلع يقول لك الاهلي هيقع وكلامه بيتحقق من التحكيم ومفيش صفقات. النادي اللي مش هيعمل معاك صفقات مفيش لعيبه تروح منه للاهلي خالص. بس انتهى الموضوع مع كل حافظ يا كابتن محمود.
الجماهير وصلت خلاص لحد خلاص، ومفروض تقعد مع الراجل تفهمه. الواحد مش انا مش راضي اقول نفس طريقه موسيماني. ليه؟ عشان ما جابش هو الصفقات. لما يجيب الصفقات بتاعت يناير اقدر احاسبه. الصفقات بتاعت يناير اقدر احاسبه، والصفقات الاجنبيه اللي هو هيجيبها وهو هيبقى عينه معاها احاسبه من الماتشات الجايه. ولازم الصفقات اللي تيجي تبقى صفقات جامده. والتعادل ظلم اللعيبه كتير. التعادل بتاع النهارده ظلم اللعيبه كتير. ظلم اللعيبه كتير. ليه؟ لعيبه اتظلمت. لعيب زي محمد محمود، زي زياد طارق، زي مصطفى ميسي، زي رامي ربيعه، زي داخل ما لعبتش اي حد من دول، وبتقول ادائهم ده احسن من اللعيبه اللي عندك. ادائهم احسن من اللعيبه اللي انت بتلعب بيه. والشناوي مش فرد علينا. الشناوي لو لعب قدام بيراميدز الاهلي هيتغلب. اسمعوها مني. هتقول عشان الشناوي اللعيب الوحيد لو لعب. اقول لك لو اي حارس تاني غير الشناوي لعب في ماتش بيراميدز الاهلي هيكسب وهيكسب بسكور. شوفوا بقى، شوفوا. واحد هيقول لي انت تعرف علم الغيب. لا، انا بقول لك ربنا عادل واسمه العدل. لو الشناوي قعد في ماتش بيراميدز وقعد الخمس ماتشات الجايين، انت هتكسب الماتشات الجايين. بس لو لعب هتخسر كل الماتشات الجايين. ليه؟ مستواه خرا، مستواه روبه، مستواه ماشي، ولا يلعب للاهلي ولا يلعب لمنتخب مصر. انا اهلاوي وبقولها لك. عواد هو اللي شايل فرقه الزمالك. عواد في الوقت الصعب هو اللي بيشيل الزمالك. في ماتش المقاولين ده لو ما كانش عواد كانوا شالوا 5 الشوط الاول. واي ماتش تاني نفس النظام. شوف حارس المرمى بيعمل ايه، بيفرق مع فرقته ازاي، وحارس مرمى بيعمل ايه في فرقته. كل هجمه بتيجي، الهجمه الوحيده اللي بتيجي على الاهلي بتخش جول. ربك اسمه العدل وعدل، عشان ما فيش حد هيقف معاه. فيش حد من مجلس الاداره هيقف معاه. كله هيديك الاستماره 6، وانت اللي عملته لنفسك. بس الرساله لمارسيل كولر، الرساله للكابتن محمود الخطيب، الصفقات في اسرع وقت، وصفقات الاجانب تبقى سوبر تيجي ترفع الفرقه تحت السن وفوق السن. الاتنين اللي تحت السن يجوا وفوق السن تجيب، يبقى 3 لعيبه. اللاعبين هنا اللي انت هتجيب خط نص او جناح. مدافعين، عندك مدافعين احسن 4-5 مدافعين: عبد المنعم، متولي، ياسر، رامي ربيعه، ايمن اشرف المغربي. عشان ما تقولش راح اجيب مدافعين، ما عندكش مدافعين. بس ادوهم الثقه وسيبهم يلعبوا. محمد هاني عايز باك يمين معاه. لو هترجع كريم فؤاد يبقى خلاص، يبقى باك شمال. يبقى انت كده اسست الفرقه. تشوف واحد يلعب تحت راس الحربه رقم 10، واحد راس حربه يعرف يخلص، اللي انت تعرف تسند عليه، اللي انت تعرف كل كره تروح. ومشكله كهربا تتحل بقى. تشوفوا ان انتوا تدفعوا الغرامه، تشوفوا اي حد يمول الغرامه ويدفعها كلها
عشان اللعيب يرجع وتاخدوا كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا الجايه والدوري والكاس، وتعرف تستفاد بلعيب قوي. كهربا لا غنى عنه. والاعلام الفاسد، الاعلام الفاسد المرتشي، الاعلام اللي ما بيقولش الحقيقه خوف من شخص، سبحان الله عمرنا ما شفنا في مهنه الاعلام دي حاجه زي دي. خوف من شخص، خوف من شخص بالذات في الرياضه عمرنا ما شفناه غير الايام دي. ماشي، جواب في كذب وفي اكاذيب 12 في منت الا منت. والجواب بالصدق مفيش حد هيتكلم عنه. ليه؟ هيتضرب بالجزمه وهيتشتم في قناه الزمالك، عشان ده الاعلام الفاسد بتاعنا. لما كابتن شوبير طلع جاب في حد غير كريم حسن شحاته المحترم راح جاب المحامي كهربا غير شوبير وكريم حسن شحاته؟ لا مفيش، كلهم مرتشين. هنا حتحول، مهيب عبد الهادي، سيف زاهن، مدحت شلبي، المحور، ماشي، صادق على اسلام صادق، محمد فاروق، كل دول ماشي. احنا هنقفوا هنصد لكم، وراجل اللي يسد في الاخر. بشكركم ودعمونا في القناه، وان شاء الله كل الدعم للعيبه، مجلس الاداره والجهاز الفني. وشكرا لكل جمهور الاهلي العظيم اللي كان في الاستاد النهارده. شكرا شكرا شكرا. والدعم يا جمهور الاهلي، الفتره دي فتره صعبه على النادي الاهلي، كلنا مع النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.